مجلس الوزراء يؤكد ما نشرته الشروق مقترح بإضافة سنة امتياز للطب البيطري. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على مقترح إضافة سنة للتدريب العملي لطلاب كليات الطب البيطري، موضحا أن سنة لن تكون دراسية، وأن هذا المقترح يحتاج إلى استكمال إجراءات التعديل التشريعي حتى يمكن تطبيقه. وأشار المركز في بيان اليوم إلى أن المقترح تضمن إضافة سنة عملية وليست سنة دراسية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن زيادة سنوات الدراسة بكلية الطب البيطري إلى 6 سنوات، وأن مدة الدراسة بكليات الطب البيطري بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية هي 5 سنوات فقط. ونشرت الشروق الأحد 3 يناير الجاري تفاصيل موافقة المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع الطب البيطري على تعديل المواد رقم 182 و 183 من اللائحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بأن تمنح مجالس الجامعات بناء على طلبات من كليات الطب البيطري درجة بكالوريوس الطب البيطري، بشرط أن يجتاز الطالب 5 سنوات دراسية مدة الدراسة وسنة امتياز، واعتبار سنة الامتياز شرط أساسي للتخرج. وخاطبت لجنة قطاع كليات الطب البيطري بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية لتحديد مسميات درجة البكالوريوس التي مقرر منحها للطلاب في ضوء التعديل الجديد على القانون، فضلا عن بدء إرسال الجامعات التي بها كليات الطب البيطري أماكن التدريب لطلاب الامتياز، وموافاة المجلس الأعلى للجامعات بتفاصيلها. وحدد التعديل الجديد الدرجات العلمية التي ستمنحها كليات الطب البيطري، وهي 3 درجات: بكالوريوس الطب البيطري، وماجستير الطب البيطري، ودكتوراه الطب البيطري. واقتصر التعديل الجديد على منح درجتي الماجستير والدكتوراه في الطب البيطري على طلاب تلك الكليات ومعاهد أخرى مناظرة، على أن يدرس الطلاب 2 على الأقل للحصول على الدرجة العلمية، وحرم طلاب باقي كليات القطاع الصحي من إجراء الدراسات العليا في كليات الطب البيطري، وهم طلاب كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة، وحملت الشهادات العلمية التي ترتبط وظائفها بموضوعات لها علاقة بالطب البيطري. كما اقتصر التعديل حصول طلاب كليات الطب البيطري فقط على الدبلومات العلمية والتي كانت قد انتشرت مؤخرا، ويسمح لطلاب لكليات القطاع الصحي الحصول عليها في مجالات طبية غذائية دوائية حديثة. واشترط ضرورة دراسة الطالب سنة على الأقل للحصول على الدرجة. من جهته خاطب المجلس الأعلى الجامعات بضرورة توفير تدريب لطلاب سنوات الامتياز على مدار عام ميلادي كامل، وتعديل لوائح كليات الطب البيطري التي كانت تسمح بقبول طلاب في الدراسات العليا من كليات أخرى. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.